السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل معاكم فيديوهات كده حلوة يعني ومشجعة. طبعا اسفة جدا على التأخير، في بنات كلمتني انتي ليه ما بتنزليش فيديوهات، اللي ما بتنزليش فيديوهات. معلش ما كنتش عارفة انزل لكم فيديوهات اليومين اللي فاتوا. تمام، ان شاء الله هبدأ كده معاكم يوم بيوم كده هنزل لكم فيه فيديو. تمام، واريكم يعني يومي انا بعمل فيه ايه. تمام كده. اول بقى كده ما قمت من النوم بصراحة، عشان ابقى صراحة معاكم، ده كده مش اول ما قمت من النوم، انا نايمة بصراحة من الساعة 5. تمام، عملت ايه؟ كان عندي غسيل غسلته، وأوضة الأطفال مسحتها، كانت عايزة تتمسح. تمام، وطبعا كان في تواليت وكده، فكان في كذا حاجة كمان عملتها كده قبل ايه، قبل ما ابدأ يوم. هنا بقى كده كانت الساعة كام بالظبط؟ كانت حوالي بالظبط الساعة 7. تمام، اول حاجه كده عملتها ايه، مسكت لو في اي حاجه على الترابيزه رجعتها في مكانها، ومسكت الترابيزه مسحتها وكده عشان كان عليها رده من العيش. تمام، ورحت ركناها بقى كده على جنب، دخلتها الاوضه بتاع الاطفال لحد ما اظبط الدنيا كده في الطرقه. هنا بقى كده كان في حاجات بتاعه عدي شباشب وحاجات كنت عايزه ادخلها الجزامه. تمام، وكان في حبه كام لعبه كده رميهم في الارض، فلمتهم حطيتهم مع اللعب بتاعته. تمام، الحوزة بقى دي كده انا عايزة المها من على السجادة عشان هي اتوسخت قوي، ممكن ما يكونش باينة في التصوير، بس خلاص انا زهقت منها وبصراحة بحب التغيير يعني وكده. تمام، يعني انا في الاول كنت زهقانة من السجادة، ففرشت دي كده، قضت معايا الشتا لحد ما خلص بقى، زهقت من دي وعايزة افرش بقى السجادة شوية. تمام كده كده ان شاء الله السجادة هنغسلها في اول رمضان ان شاء الله، يعود عليكم الايام بخير. تمام، فقلت بقى افرشها بقى اليومين دولت كده، وممكن كمان يعني مثلا ما كملش يومين 3 وازهق منها وارجع افرش دي، بس دي بصراحة عايزة تتغسل غسلة حلوة يعني. بدأت كده ان انا الم الحروف بتاعتها وارفع الركنة كنبة واشدها من تحت الكنبة، ورحت مدخلها منفضاها في البلكونة. تمام، ومطبقاها وشايلها لحد ما اغسلها. هنا كده بدأت ان انا المح في النيش، كان عايز برضو يتلمح تلميعة حلوة، عشان قلت لكم كذا مرة ان النيش الشباك مفتوح عليه على طول، فاي هواء او اي تراب او اي حاجة بيدخل على النيش، فلازم يوم بعد يوم بيتلمع عليه كمية تراب مش قادرة اقول لكم. وكمان هو عشان الخشب لونه غامق فالتراب بيبان فيه. تمام، هنا كده بقى بدأت ان انا المعه. تمام، زي ما انتم ما شايفين كده. بس كده بلمع بقى كده ضرفة وبلمع مكان عشان ما توهش. تمام، انا هبدأ بالتلميع، ومن بعد التلميع بقى اشوف انا هعمل ايه عشان ما توهش، اعمل من كل مكان حاجة، وفي الاخر ابقى تايهة، في الاخر مش هبقى عارفة انا عملت ايه وما عملتش ايه. تمام كده زي ما انتم ما شايفين. بس كده هنا كده كنت لمحت النيش، هبدأ بقى كده في الجزامة، هنزل كل حاجة على الجزامة عشان ألمعها. تمام، تمام كده لميت المفرش بتاع الجزامة، بصراحة المفرش نضيف، أنا هفرشه تاني. تمام، أنا لمعت المراية بتاع الجزامة مع نفسي. تمام، وبدأت بقى كده إن أنا ألمع الجزامة زي ما انتم ما شايفين كده. قوليلي بقى انتوا عاملين ايه في المدارس ومقضين يومكم ازاي، واخبار الجو معاكم عامل ايه؟ بتعملوا يعني حاجات بيكم وكده، ولا بتكسلوا، ولا بتعملوا؟ اكيد يعني لازم ان احنا نيجي علينا ايام ان احنا نبقى مكسلين مش قادرين نعمل حاجة، وفي ايام تانية نبقى عايزين نشيل البيت من اوله لاخره، نجيب عليه واطيها بقى كده يعني ايه، ونعمل كل حاجة فيه. تمام، طبعا انا مش عايزاكم ان انتوا تعملوا كده، انا عايزه ان انتوا حتى لو عملتوا اي حاجه بسيطه في اليوم
اليوم ما يعديش بيكم كده من غير ما تعملوا حاجة، وفجأة تقولي ده اليوم جري ما لحقتش اعمل حاجة، ده اليوم راح، ده النهار قصير، ده مش عارفة ايه والكلام ده كله. انتوا لو بدأتوا يومكم بدري سبحان الله اليوم ده بيبقى فيه بركة وبيبقى فيه نشاط وبيبقى فيه، بصي بتخلصي طلبات بيتك بدري بتبصي في الساعة ما بتلاقيش يعني مثلا ايه، بتلاقيش مثلا كملت الساعة 10 9. تمام. لكن بقى لو انتي قمتي اصلا مشيتي العيال على المدرسة وانتي دخلتي نمتي وكسلتي ان انتي تعملي اي حاجة، فانت هتفضلي مكسله طول اليوم. العيال هيجوا من المدرسه يكون انت لسه صاحيه من النوم، مش هتلحقي. اسكتي هتعملوا لهم غدا يتغدوا، اسكتي هتشوفي بقى المطبخ فيه ايه، اسكتي هتروقي مثلا مكان ما هيقعدوا هتروقي لهم السرير بتاعتهم، فمش هتلحقي تقعدي معاهم ولا تلحقي تذاكري لهم ولا هتلحقي تعملي لهم حاجه. تمام. فانت حاولي انت تمشي يومك وقت ما العيال ما بتمشي على المدرسه. طبعا لو كمان لو من بدري هيبقى احسن. اكيد انت بتبقى صاحيه بدري عن العيال، مثلا بتجهزي لهم سندوتشات، بتجهزي لهم مثلا لبسهم كده. تمام. طبعا ربنا يقويكم. انا لسه مش معايا عيال في المدارس، آه بس فمش عارفه بقى انتوا ايامكم ماشيه كده زي ما انا شايفه وجهه نظري كده، ولا انتوا ماشيينها ازاي؟ فانا مش عارفه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات وتقولوا انتوا ماشيين يومكم ازاي. تمام. طبعا الصورة هنا بقى بتتكلم عن نفسها. خلصت الجزامة ولمحت كل حاجة فيها ورصيت الحاجة اللي على الجزامة ومسكت الطابلو اللي عندي لمحته، وادي كده الترابيزة دي انا مسكتها برضو لمحتها كده في كل مكان فيها، مسكتها كده لمحتها. المفرش انا لسه فرشه امبارح فمش هلمه برضو، لمحت السماعات اللي عليه. تمام. لمحت كل حاجة كده. هنا بقى خلصت تلميع، بدأت ان انا انزل المخدات بتاعت الركنة والشلت والحاجات دي عشان خاطر اشفط الركنة كده بالمكنسة زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى كده كانت الشمس بدأت ان هي تفرش الصالة عندي او الريسبشن. فقلت الحمد لله بقى ان اليوم كده كويس، واليوم الشمس فيه حلوة عشان ايه تشمس لي الدنيا كده وتهويلي كل حاجة. تمام كده زي ما انتم شايفين بشفط طبعا كنبة كنبة. لو في اي حاجة مثلا في قلب الحروف كده مش عارفة اطلعها، فهي المكنسة بتشفط كل حاجة. لو مثلا لو في حاجات خفيفة كده بأي حاجة كده واروح منفضة واروح فرشة على طول. ده لو مثلا لو مفيش حاجات كتيرة، لو انا مستعجلة. تمام. بس كده. لكن بقى لو زي حكاية كده انا شايفة ان كده الدنيا مبهدلة وفي حاجات واقعة يعني على الركنة وكده، فكانت لازم ان هي تتشفط. تمام. طبعا هنا بقى التحاليل شلتها، وهنا برضو الولاعة دي انا هشيلها دلوقتي. تمام. بس اخلي بقى التحاليل مكانها عشان انا بحطها تحت الشلتة يعني وكده بتاعت الركنة. هشيل الولاعة وهبدأ ان انا اجيب المخدات الشيلة بتاعت الركنة عشان افرشها. تمام. بس كنت بشيل طبعا الفيشة بتاع المكنسة الاول من الكهرباء. بس كده زي ما انتم شايفين. هجيب بقى الشلتة اللي في النص دي كده وابدأ ان انا اظبطها. بس كده زي ما انتم شايفين. هبدأ بقى كده ان انا اضيف المخدات دي في كذا واحدة كده مقطوعة بعد ما خلصت الروتين يعني. حاليا يعني قبل ما اعمل لكم المونتاج كنت انا يا مدوك لسه مخيطاهم. كان في كذا واحدة كده مقطوعين فمسكتهم خيطتهم عشان ايه، اصل هما دولت مش فيهم سوستة تقدري تفكيهم وتغسليهم وتلبسهم تاني، لا ده هي متخيطة كده من على الفايبر على طول. تمام. فمسكتهم بقى خيطتهم لحد ان شاء الله ربنا يصلح الحال يعني. هنا بقى هبدأ ان انا اشفط السجادة. طبعا بما ان السجادة نظيفة عشان انا كنت فرشة عليها الحافظة ولميت الحافظة بكل ما فيها ونفضتها في البلكونة، فهي السجادة نظيفة. يعني مثلا لو فتلة بقى لو اي حاجة كده في الارض هبدأ ان انا اشفطها كده على طول. تمام. مش هتاخد معايا وقت. وبما ان يعني ان انا مطلعة كده المكنسة، شفطت الركنة وكده فشفط بقى معايا السجادة بالمرة. تمام. هنا بقى كده كان في حاجة في الأرض مكانتش عايزة السجادة يعني مكانتش مساعداني ان انا اشفط بالمكنسة.
تمام. فكنت بضغط عليها كده لحد ما شفطتها. تمام كده. هنا بقى كده الخرطوم بتاع المكنسة كان اتخلع. هو بصراحة عندي بيتخلع لوحده، عايز يتغير القفل بتاعه. تمام. بس عايز يعني ان هو ينزل تحت وكده، مش في المنطقة اللي انا فيها مفيش حد خالص بيعمل الحاجات دي. تمام. هنا بقى كده رفعت الحرف بتاع السجادة وابدأ ان انا امسح كده الاماكن العريانة. الشنطة اللي كانت جنب الباب دي كان فيها شوز عايز يتخيط يعني وكده، فركناها جنب الباب عشان وانا نازلة اخده معايا على طول. ما خدتهوش برضو، نسيته. تمام. انا هنا برضو كنت لمحت المطبخ، كنت مسحت الارضية بتاعته، وهبدأ بقى كده ان انا امسح المكان ده زي ما انتوا ما شايفين كده. انا بمسح بس الاماكن العريانة. انا رفعت برضو يعتبر نص السجادة عشان خاطر لو في تراب تحتيها، بس ما فيش اي حاجة. بس بالمرة بقى بما ان انا امسح عشان الشرشوبة ما تجيش على حرف السجادة، فانا بروح رافعها كده لماها. تمام. هجيب بقى الطرقة كده معايا بتاعت الأوض. أنا أوضة الأطفال مسحتها زي ما مسحتها معاكم المرة اللي فاتت في الروتين اللي فات بتاع أوضة الأطفال. كبيت برضو فيها مية ومسكتها كده، غسلتها غسلة حلوة. طب ليه بقى أنا بعملها كده على طول؟ عشان خاطر أنا بفتح البلكونة تتهوى. تمام. فبيخش لها بقى تراب وابني بيلعب فيها، فبخاف بقى بصراحة عليه.